السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا وياكم اليوم بمقطع جديد من قناة أبو الدراريك. شوي اليوم صوتي تعبان. اليوم رجعنا وياكم بشرح الحضارة البيزنطية، لأن أحد طلبها بالتعليقات، وهي حضارة حلوة. صح هي معقدة بس كلش حلوة. تمام. حضارة البيزنطيين بلعبة Age of Empire 4 تعتمد على الدفاع، تعتمد على الاقتصاد المتوازن، وحداتها كلش قوية تصير بالنهاية. يعني راح اشرح لكم هاي اللاند ماركات مالتها شرح سريع ومبسط، وان شاء الله ما راح انسى لكم اي شيء. تمام. وبدون تعقيد يعني راح اسويها لكم. هسه مثل ما تجون تشوفون دقيقة، هذا كل مرة يضوجني صوت الطلي، بس خلينا نصيه. فرجعنا وياكم. مهم هسه اللي راح تشوفوا انهم من هنا التي سي مالتهم يعني ما عندهم شيء، هو نفسه السكاوت مالتهم وبقية الامور، يعني ما عندهم شيء مميز يطلع من التي سي. طبعا نزلنا اليوم ويانا بوت نستعين به، ف راح افهمكم هسه على الاشياء اللي عندهم اللي هي مهمة. هنا البيزنطيين عندهم مورد يعني فوق الموارد اللي مضيوفة عندنا، اللي هو زيت الزيتون. هنا زيت الزيتون بفائدة كلش حلوة راح اشرحها لكم. منين تجيب زيت زيتون؟ طبعا من المزارع، هي راح تعطيك فود طبيعي وزيت زيتون. بالبداية راح احتاج ابني لي بيوت، تمام، يعني بصورة متفرقة. هذا النوع راح استعملهم بالشرح. نجي هنا عندهم هذا نظام الري مالتهم او المي، او هو شو تريدون سموه سموه. هذا اول ما تبدي انت بالجيم تبنيه. وين تبنيه؟ تبنيه على الاشياء اللي انت راح تاخذ منها ريسورس. شلون يعني انا مثلا راح اجي ابنيه هنا. هاي قبل لا اشرح اللاند ماركات هالشي مهم. تمام. من راح تجي تبنيه؟ هذا الفكرة منه انه راح يعطيك سرعة بالجاذرينج مال العمال مالتك، او انت حسب الشيء اللي تريده يعني تحوله. بس هو هنا ستاندر انه يسوي لك سرعة بالجاذرينج. تمام. هذا تقدر تبني منه قد ما تريد، بس هو طبعا ب5 ليفلات. دائما اكو ناس تعاني وما تعرف انه هو شلون مربوطة او شلون مثلا ماشية واحدة على الثانية. الفكرة هنا هذا نظام الري، انت راح تجي تدوس هنا فرضا، يعني المهم يصير برا هذا الزون المربع مالته. راح تجي هنا وفرضا مثلا عندك هنا ستون او اي شيء ثاني او اي شيء تريد تسحب له، او مثلا هنا يم الدير حنسحبه يم الدير. وتجي هنا تبني هذا الثاني بصفه. طبعا هنا السكاوت مالتنا شوية يعني راح زايد عليهم. على العموم نكمل سالفتنا. هسه انت من راح تبني هذا راح يتوصل بهذا، وراح يصير الليفل مالته راح يزيد مثل ما تشوف هسه. خلي يكمل العامل مالتنا الى اخير براحته. هنا صار ليفل 2. طبعا انت تقدر توصل لحد ليفل 5 او بزيادة. هذا عندهم الشيء، وعندهم هذا الشيء الثاني بعد همين. خلينا ندز هذا العامل هنا نستعمل غيره. هنا هسه مثل ما تشوفون نبدأ بالتطوير مال لاند ماركات. طبعا عندهم الايكونومي، عندهم الميليتري. تمام. الميليتري هنا اللي نادر لما الناس تستعمله، اللي يعطيك اسطبل. تمام. ويقوم وراها يعني يعطيك سبلاي كل 25 ثانية. يعني ما أعيد عليه، يعني لأن ما أشوف بفائدة كبيرة مثل الفائدة مال هذا الفكرة منه شنو اللي يسوي؟ انه انت اوكي اذا اكو مثلا يمك بوشز مال بيري اللي هو هذا، من راح تبنيه بصفه قريب. هو طبعا هذا يخلص ما يبقى لنهايه اللعبه، بس الفكره انه راح ياخذون منه زيت زيتون اللي انت راح تحتاجه. تمام. ونفس الوقت المزارع اللي راح تبنيها داير ما دايره، تمام، راح يعطيك فيها زياده. لا العفو، هنا الزياده تصير بالجاذرينج بس على البيري بوشز. بس هو راح يعطيك انه زياده وافضليه من تبني يمه مزرعه. فهذا اللي افضله اني. هذا يكون ميليتري. تمام. انه تقدر تطلع منه الحصونه مالته. هنا الحصان مالته شوف لكم اسمه. وهذا الاقتصادي مالته، فهذا اللي افضله طبعا. وتبني داير ما دايره المزارع مالتك. فهسه راح ابني على مود نعبر على الايج اللي بعده وافهمكم اياه. طبعا هنا مثل ما تشوف طبيعي، تقدر تطلع منه مونك همين، والتطويرات طبيعية الوربل وغيرها. مثل ما تشوف هسه هذا العامل دا ياخذ بسرعة، دا ينطيني زيت زيتون ودا ينطيني البير بوشز. كافية توقف. هاي من ناحية الايج الثاني، ومن ناحية نظام المي اللي هم يشتغلون به. طبعا انت
يعني هم راح تحتاج واحد رئيسي، راح تبني همين كلاند مارك، لأن هو هذا أساس اللعبة. تمام. هسه نجي هنا نشرح لكم على هذني الايجين. هذني ايجين مهمات اللي هو عندك هذا هم باعتبار نظام ري. تمام. هذا الفكرة منه انه يصير لازم بقلب الحضارة مالتك، انه تخليه في مكان انت راح تاخذ منه هواي موارد. شلون راح تستعمله بطريقة صح؟ فرضا هذا الايج الثاني هنا، تمام، اللي انت راح تبني مزارعك داير مداره، حاول تخليه بهيج مكان مثلا، هيج مكان انه انت اوكي هم تكمل مزارعك. طبعا هي هاي الاولى انت اختارها اختيار صحيح، يعني حاول لا تبنيها بمساحة، لان هسه مثل ما تشوف المساحة الذهبية هو ما يقبل انه تتضارب بيناتهم، تصير محاذية الها اي، بس انه تصير فوقها لا، ما يقبل هالشي. تمام. هاي من ناحيته. هذا الثاني، هذا ميليتري لاند مارك، اللي هي هاي دائما ما تشوفون الناس يستعملوها. هاي فكرتها كلش حلوة، كلش حلوة، نفس اللي موجود عند الحضارة مال العثمانيين، انه تعطيك فري يونت، والفري يونت انت بس تختارهم. فهاي ما بها يعني شرح معقد. تمام. هاي فيها شرح اللي راح نستعملها هسه بالشرح مالتنا. فراح نبنيها، تعال تبنيها، هاي على ما توصل تاخذ وقت طويل. تمام. هنا انت راح تختار شنو الشيء اللي تريده، يعني حسب الحضارة اللي تريدها. طبعا هم عندهم سالفة انا اعتبرهم يستنسخون. تمام. بس هي هنا مسويها فد اضافة كلش حلوة. ها طبعا تطويره مال ايج، العفو مو مال ايج يعني مال جنود. فهسه من تجي تشوف هنا، خلينا نطورها عادي. هسه من تجي تشوف هنا انه انت عندك هاي اول وحدة راح تعطيك الكامون رايدر. تمام. وهاي ثاني وحدة راح تعطيك اللونج بو، نفس اللي موجود عند الانجليز. وهاي ثالث وحدة راح تعطيك الكيش. تمام. وراح تعطيك غلام، وراح تعطيك الاليفنت. هاي من ناحية هاي والله استيريان اسمها، يمكن ما اعرف هيك شيء. هاي اعرف اسمها سيلك رود. انا طبعا الانجليش مالتي مو مثل ما نقول يعني 100%، لا 50 50 او جو ال 50 50، بس يعني اقدر اوصل معلومة. تمام. وهاي مثل ما اتفقت وياكم انه يطلع منها اللونج بو. تمام. وهذا باب ما اعرفه، هسه على العموم راح نشوف احنا. اكثر شيء افضله اللي هو هذا. ليش؟ لان راح يعطيك اللونج بو. اللونج بو كلش استعماله حلو. ويا هيج جيش. هم طبعا عندهم جنود خاصين بيهم، وجنودهم كلش اقوياء. فهسه مثل ما تشوف انا مجرد ما اختاريت اللونج بو، سترك ربي، سترك ربي، سترك ربي، نمسحهم. المفروض هسه هو وقف. هاي يعطيك اللونج بو، يعطيك هذا هم من الخاص، هم مال نفسه عند الرومان. هذا اكيد شايفيه واكيد تعرفوه، جندي كلش قوي. فيعني ينوع لك، يعطيك من الحضارة هاي اللي تختارتها مجرد ما افعله. بس انا حاليا حاط تشيت، فما يرهم انه افعله. تمام. يبقى عندنا الايج الرابع والايج الاخير، الايج اللي هو اكثر شيء احب استعمله اني. تمام. اللي هو هذا يعطيك فرصة انه ممكن الوحدات اللي تطلعها نسبة 30%، انه يعطيك اياها نفسها. يعني شلون يستنسخها؟ مثلا انت جيت طلعت هورس مان واحد، او مثلا 10 هورس مان، 30% هو راح يعطيك مثلا 3 او 4، ويا ما يطلعون هم بصورة مجانية. تمام. نقدر نقول مثل اللي يستنسخ، نفس اللي لاعب لعبة ريد الارت، او شايف انه اكو هاي مثل ما استنساخ وهيك يقومون يطلعون جنديا جنديا. فهاي نفس الفكرة، بس يعني نسبة 30%، لا تصورها انه تكون 100%. هاي من ناحيتها. عندنا البناية الثانية اللي هي هاي راح تعطيك سيجات مميزة. تمام. مثلا عندك الهوي هوي باو، تعطيك اياها. مثلا عندك الرويال كانون. تمام. هسه هاي راح استعملها، لان هاي من نطلع جيش يلا تبين عندك، بس استعمالك اكثر شيء الهاي خليه، لان هاي كلش حلوة، كلش حلوة. واصلا هم البيزنطيين قريبين للعثمانيين يعني من هاي السالفة، انه يطلع جيش بسرعة عندهم. تمام. هذا طبعا البوت اللي اي اجمو اني. فهسه اللي راح نختارها هاي ما راح نجي نبنيها. طبعا انت هذا المنظومة مال ما يخليها تحوط كل شيء عندك. هم بالعادة يلعبون بيزنطيين يخلوها بشكل طولي، انه يحاول ياخذ مساحة. تمام. هسه مثل ما تشوفون هنا، هاي تطلع عندك بشنو؟ تطلع عندك بزيت الزيتون، مثل ما تشوفون السعر مالتها. ها هياتها صديقتنا وحبيبتنا الهوي هوي باو.
بزيت الزيتون، انه مو مثل بقية السيجات. يعني هسه اذا تجي شوف هنا هاي مال السيج، تمام، راح تطلع عندك عادي انه بالذهب وبالوود طبيعي. هاي راح نحتاجها، خلينا نحتاج واحدة منها. تمام. تختلف الرام مالتهم، تختلف اختلاف جذري عند البيزنطيين، وعندهم هنا تطويرة حلوة اللي هي هاي الجريك فاير. هاي تخيلك هاي التربل شيت. هسه مثل ما اشوف هاي التربل شيت، خلي نفحصها ابطلي، خليها تضرب هنا. مثل ما تشوف هسه هاي الضربة مالتها انه تضرب احجار عادية حالة حال بقية الحضارات. من تجي تطور هاي اللي راح تصير، هاي شنو الغزالة تحركت. من تجي تطورها اللي راح تشوفه انه راح تقوم تضرب شنو، تقوم يلا عيني ايش منتظره، تقوم تضرب نار. فهالشي كلش حلو، كلش حلو انه هي ممكن انه تستعملها على البنايات، وداير مدار البنايات انه تصير نار، يعني حتى الجنود راح تأذيهم كافلة لحم. تمام، الجنود راح تأذيهم، فكلش حلوة وتساعد بحرق البناية يعني بسرعة. فهاي من ناحية الإيجاد. بس لا تتصورون أنه هاي الحضارة خلصت، هاي الحضارة بيها كلش هواي أشياء. راح أبنيكم الآرشر، وراح أبنيكم الاسطبل، وراح أبنيكم هاي شنو فكرتها. هاي البناية طبعا خاصة بالبيزنطيين. راح أجي من أبنيها لكم واحدة هنا، أبني لكم واحدة بمكان ثاني، والباراكس اللي هو كل اللي تحتاجن. هنا العامل اللي هنا إذا تجي تدوس هنا شوف انه هو ممكن يطلع لك هذين الاثنين. طبعا هاي بس بالحضارة البيزنطية تطلع عندك عادي، هو يعني ماركت هذا تدوس عليه طبيعي تريد بوست. فراح ابني هاي هنا. شنو راح اسوي؟ اللي راح اسوي انه راح تفتح لي هذين الاثنين. طبعا انا من اطور من هنا تمام. هاي التطويرة اللي هنا الجنود اللي راح يطلعون عندي راح ازيد التطويرة مالتهم من اطور من هنا، من هاي البناية. تمام. ف هاي من ناحية البيزنطيين. طبعا هي عادي ممكن تطلع لك جنود طبيعي. وين هسه هي احنا بنيناها هياتها طبيعي تطلع لك اللونج بو، طبيعي تطلع لك هذا. تمام. وهذا نفسه مال الروس. تمام. اللي شايل بندقية مرة طلعناه بالتصوير انه ينصبها ويضرب، كنا يمكن شايل سنايبر هذا. وهذا مال رومان، وهذا مال انجليز. فمن تطور من هنا مثل ما تشوف هم ينفتح لك، وهمين يعني يزيد ليفلهم، وهمين منها فرص تقوم تطلع اكثر. ماشي. هاي من هالناحية مال الجنود عندهم شيء كلش مميز بجنودهم. طبعا هذا راح نحتاج واحد منه، وهذا راح نحتاج واحد منه. وينه حبيبي القلب؟ هذا كلش احبه، هذا الجندي كلش احبه. تمام. لان كلش قوي، وبي سالفة حلوة انه يمكن يبني لك هذا ترانسبور شيب اللي هي مال نقل. مثلا اذا انت ناوي انه تطلع منهم مجموعة كبيرة، ومثلا تباغته تطلع له سفن وتبنيها على السريع وتنقلهم للصفحة الثانية. فكلش حلوة بهاي الجندي، كلش حلوة. وهذا عنده تشارج. طبعا هذا هم عنده تشارج معين. ها قام يطور هذا العدو مالتنا، وصل ايج 3. هذا عنده تشارج. شنو هي التشارج؟ التشارج والبيها راح اطلع مجموعة حاليا منه، راح نستعملهم بالشرح. تمام. حنطور الايج مالتهم بس على قد الشرح. وين البلاك سميث؟ بلاك سميث هم راح نحتاجه. اليونيفرسيتي والبلاك سميث بيهم شيء مميز. هذا جندي راح نحتاجه. هذا جندي شنو عنده؟ هذا جندي عنده درع مثل ما تشوفه هنا. هذا من تهجم بيه يعني يختلف عن البقية. هو حاله حال سبيرمان، بس عنده درع يعني شوية يقلل الدمج اللي يجي بيه. بس هو ايش راح يسوي؟ راح يسوي انه يقلل السبيد مالته. بس انت اوكي خو ما هيجي، وانت تمشي دايس الاي ويا ما اشوفهم دوس الدبليو، خليه استعمالك بس الى وقت، يعني وقته مو هواي اللي هو 10 ثواني. وطبعا بيه تطويره طورها. المهم هذول راح نحتاجهم هسه بشرحنا، بعدها نشرح لكم هذا. بين ما راح اخليهم يوصلون هنا. لا يمكن هو فادنا اكثر. اي هذا هنا. هاي التشارج مالتهم شنو تسوي؟ شايف انه هو ممكن يخيلك سبيرمان، او ممكن يخيلك اي شيء يحامي السيجات مالته. هاي التشارج شيء كلش حلو، ويعني اضافة كلش مرتبة ضايفيها الهم. انه انا اجي هسه وين راح؟ اي تعال يا عيني مو نشرح هسه وقت تفتر جاهلته. على العموم خلينا نشرحها هيك هنا. هاي الفكرة من التشارج، من تدوسها وتدوس هيجي هم راح يخترقون اي شيء.
مجموعة من الشفرلي، مجموعة من الهورسمان، مجموعة من السبيرمان، مجموعة من الارشر، اي شيء راح يخترقوه. هاي بيها فائدة كلش حلوة، انه انت ممكن تخلي هذني الاحصونة مالتك تمام يعبرون بنص الجيش، او مثلا يعبرون على السيجات اللي هن موجودات لي ورا. طبعا لبسهم كلش حلو البيزنطيين. والمعلومة البيزنطيين انا اول حضارة جيت احاول اتعلم بيها، بس كنت مختار طريق غلط، بس بقيت بالغلط لان شخصين غلطوا وياها. ف يعني حاولت اتعلم ما وصل لدرجة الاحتراف القوية بيهم. وهو انا اصلا بصورة عامة بهاي اللعبة مو درجة احتراف عالية، بس انا كلش احبها. لذلك دا اسوي الشروحات بهاي القناة وشي. ما اريد من يجي يلعبها شخص ويريد يتعلم فتح حضارة يعاني، لان انا مش ادور شو تعاني بالمقاطع. مهم، فنكمل. هاي من ناحيتهم. ومن ناحية هذا اللي هو ابو الفاس الفايكنجي، هذا شنو عنده؟ هذا هسه مثل ما تشوف انه هو طبيعي، كل شي ماشي بيده. من تعطي هذا الابيلتي تمام، هذا الابيلتي شي كلش حلو، راح يزيد الدمج مالته 6 ب 30 ثانية. بعد شلون يشيل بيده فاس؟ طبعا هاي من تهجم بيهم وتدوسهم فتشي يعني الاصوات اللي يسووها. هسه الهجم يكون بيهم. تعال خطروا على المجموعة، روح انا كلكم تعالوا لي هنا، راح ندقه اليوم. هذا الجهاز راح ندقه. المهم، هاي من ناحية الجيش مثل ما قلت لكم اي شيء راح تختاروه هنا تمام راح يطلع لكم هنا بهاي البناية. هاي البناية على شنو تعتمد على زيت الزيتون. زيت الزيتون من وين تجيبوه طبعا من الجاذرنج قلنا لكم هنا، بس خو ما انت تعتمد بس عليه. عندك هنا المزرعة مالتك اللي هي زيت زيتون، كلش حلوة، كلش سهلة، ما بها صعوبة، ما بها تعقيد، مباشرة تبنيها هنا. هاي هسه راح تبنيها، راح اشوفكم ما دام انا مشغل الشيت تمام حتى تشوفون. لا ياخذ لك قبل، بس وانا بنيته هنا لدبسيز المفروض هي هنا تجي حتى يعني نشوفكم انه هي تقدر تسوي جاذرنج هنا طبيعي. مثل ما اشوف تعامل معاملة ميل يعطيك هاي واكو سالفة. مهم اي وصلوا جماعتي، بس نريد جنود احنا. شوفوا شلون بانيها موصلها ليفل 5 رغم هو جهاز. ايابه رجعوا بس ثواني. يابا دقونا والله. هسه نرجع لكم. دقونا يلا تعال رجعوا. تعالوا بس خلينا نشوف جنوده وين. انا بس اشوفكم الابوليتي. هاي هسه انا شغلت الابوليتي مالتهم. بعد دمج مالتهم مش قد قوي. احنا حاليا دازين 15 واحد، مات عندنا واحد من ورا القلعة، لان القلعة كلش قوية مالتهم الكيب، فدمجهم كلش قوي. جنود كلش اقوياء هذول، بتطلع منهم مجموعات تهجم بيهم، يعني ايش قد ما تتصور يكون مفيد. طبعا هاي الدمج مالتهم انه يسوي لهم، هو لو هم الارشر ليفل 2 يعني مو ذاك الشيء القوي العملاق، بس قصدي انه جنود اقوياء خصيصا من تدوس الابوليتي مالتهم. فهاي من ناحية ابو فاس. وهذا مثل ما قلت لكم انه هو سبيرمان، بس يعني الحلو عنده انه عنده هذا الدرع ممكن يتقي من الهجمات. هسه ايش راح احتاج انه افحصيكم هاي، بس هاي على ما نوصل بيها لهناك راح تاخذ وقت. فتعي يا حلوة، وين هي هاي مالت القلعة هنا؟ تعي هنا بسرعة ابني لنا كم وحدة من هذني. وهمين اشوفكم الكيب مالتهم طبعا حلوة، فيها سالفة مميزة. تعي تي لنا كيب هنا. مو لو انت، لا انت مو انت. خوش. الكيب مالتهم هنا شنو بيها؟ هاي مانجونيل طبيعية، يعني شلون ما هي المانجونيل تضرب تمام بيها مانجونيل مثل ما تشوف، يعني كلش قوية ضد الجنود. هم البيزنطيين يعني حضارة قوية، بس شنو لازم تتدرب عليها تدريب طويل. لازم تتعلم شلون تسيطر على الاقتصاد، لان من البداية هم يحتاجون اقتصاد قوي. مثل ما تشوف هو حاليا البوت بنى لك البناء مال البيزنطيين الاعتيادي والشائع مالتهم. هذول ليش يتعاركون ايابه والله عم سباع. المهم هسه هنا انا الفكره بدي اشوفكم الرام مالتهم شلون تكون مميزه. طبعا راح ادزها مباشره بدون اي شيء. هذولي هاي تختلف عن الرام الطبيعيه، هاي تضرب نار. طبعا اكو سالفه بالهاوسات انا بعدنا ما شارحها، هسه ارجع اشرحها ورا
عاش تتطور تبني لك مونستري. هسه مثل ما تشوف هاي هنا هو دا يحرق، انت تتخيل انه هو ما يدمج، لا بس دمجه كلش قوي كلش قوي. هسه مثل ما تشوفون حتى العمال ما يبقوهم يمه، لان هنا بالعاده هذا من يحرق حتى العمال اللي داير مداره ممكن يموتون، او الجنود او يعني اي شيء يمه ولا بر. هسه ما يخلون يمه هورسمان. المهم هي دمجها قوي تمام. دمها جيد لا بأس به. والفكره اللي بيها حلوه انه هي نار. هنا مطيلك انه البيزنطيين متطورين عن الحضارات البقيه تمام، كلش متطورين. بس ما تهاجم جنود هي، بس هيج تحرق. بس هي تسوي رعب بالامانه، يعني من تهجم عليك تسوي لك رعب. شنو لا شنو تحرق البنايه، شنو تريد تصلحها بالعمال. يجي هو يوزع عليك انه يجيب وحده هنا يخليها، يجيب وحده هنا هيك يخليها. فمتوحشين دائما اللي يلعبون بالبيزنطيين تلقاهم متوحشين. عندنا هنا هسه هاي السالفه حلوه كلش حلوه بالنسبه للبيزنطيين. راح ابني لكم هاوس هنا تمام، وراح ارجع. هم عندهم اوت بوست طبيعي سعره 100 والهاوس سعره 50 كلش طبيعي. هسه ما جيت الا على هاي المسكينه دعوفه ودا نشرح ماشي. هسه هاي هنا بنيناها راح ارجعها. هنا الهاوسات بيها تطويره حلوه اللي هي هاي شنو تسوي لك. هاي هي يعني نفس الهاوس العفو، ونفس الوقت تكشف لك يعني نفس الاوت بوست من تبني مثلا مسافه. يعني هسه الذيب هذا شلبوا يعني اليوم. يا اخي روح حبيبي روح العب بعيد. اكو هنا تطويره بالتاون هول بالتي سي العفو. هاي في زي الدم مالتهم شويه. خلني ابني لكم هنا واحد على هالمسافه تمام. اسوي لكم ايش قد يكشف. هو راح ابنيه وافوت هذا بيه لان هذا وجنه. هاي المسافه اللي يكشفها الاوت بوست تمام. عندك هذا البيت من راح تدوس هاي هيجي حيسوي نفس الشغل. نفس الشغل اللي يسويه الاوت بوست نفس الشغل راح يسويه هو، بس طبعا يعني مو نفس المسافه بالضبط. بس يسوي لك شغل. بس راح تقول انه عاديه يعني هي ما بيها شيء وما تسوى. لا تسوى تطورها تسوى. لان انت بالعاده مثلا تبني مثلا الهاوسات مالتك هيك مطشره، او مثلا تبنيها بمكان واحد، هاي من راح تفعلها. راح تقدر مثلا توزع الهاوسات واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا. حتقوم تعرف اذا مسوي لك بلانك، او اذا مثلا جايب لك جيش من غير مكان، او اذا مثلا راد يغدرك. كلش حلوه كلش حلوه هاي الاضافه اللي موجوده بالبيزنطين. وحكيت لكم هم شلون راح يستفادون من الاويل مالتهم تمام. يعني ممكن حتى هذين نطلعهم نسيجات بالاويل. هي صح غالية، بس انت ما راح تخيلك 20 عامل او 30 عامل او حتى 40 عامل. حتى 40 اشوفها مرات قليلة انه تخليهم هنا على الفود. لا انا زايد بنلعب بالبيزنطيين ازايد. وعندك هاي انه راح اطلع لك جنود ببلاش. بس خلي اطفيكم تشيت تمام حتى تشوفون الوقت الحقيقي مالتها. طبعا هذا تشيت يريد يعرفه وشغله من برا. يعني بالبداية لازم انه تعطيه تشيت الاود يمكن اسمها على مود يشتغل. والطب هاي طبعا ما يصير بس تلعب ضد بوتات او هاي. فهسه من راح اجي شغله هنا اشوف 3 دقائق بس. هو بهاي 3 دقائق راح يطلع لك مجموعة تمام. يعني يكونون 4 أو 3. بس قصدي انه لا بس انه عندك انت جنود ببلاش يطلعون، وعندك قلت لك بنايه ممكن تستنسخ لك جنود، وانت اوكي هم راح يكون عندك موارد، وعندك همين هاي مثلا هاي اللي راح تجي تطلع منها همين مقابل هذا الاويل اللي هو زيت زيتون تمام. ووقتهم مو فد شي عملاق يعني، مو فد شي عملاق. اوكي هذا دقيقه شنو يعني اقل الدقيقه همين. بس هو طايلك باعتبار بصوره مجانيه. انت هذا المورد راح تستفاد منه بس بهالشي من هالبيوت. وما تنسى انه انت من تبني هاي البناية يم التريد بوست راح يطلعوا لك هذولي الاضافات. طبعا هذا الكامل نفسه اللي موجود عند الحضارة الايوبية والحضارة العباسية نفسه، وهذا اللي موجود عند المالين. هذا كلش جندي حلو كلش حلو تمام. فهذا كان شرحنا حضارة البيزنطين. ان شاء الله ما نسيت لكم اي شيء. وهي حضارة كلش حلوة كلش حلوة تمام. بس يحتاج انه تسيطر على اقتصادك بيها. فالايجابيات انا جيت وعبيت الايجابيات كلها عبيت لكم اياها. يبقى احكي لكم على السلبيات. السلبيات مال هاي الحضارة
تحتاج شوية وقت. حضارة بطيئة، مو حضارة رش ابدا، مو حضارة رش. تمام. حضارة بطيئة، وتحتاج انه تحافظ على نفسك بالبداية، يحتاج انه تقوي اقتصادك بالبداية. تمام. لان من الضروري يكون هالشي تسيطر عليه، لان اذا بعدين وتفكر انه تحول اقتصادي وتقوم تبني مزارع هواي، والايجات مالتك انت مثلا مختارهن كلهم ملت، شوية راح تواجه لك صعوبة. بس خلي عندك يعني انت دائما كل الحضارات، مو بس هاي الحضارة، خلي دائما عندك واحد من الايجات يكون يعني ايكونومي، يكون يلعب على الاقتصاد دائما. اختار هالشي. الا في حال اللهم انت ناوي تحاول انه ترش باول 10 دقائق، تسوي عليه رش يعني تبيده، اوكي لا بأس. ذاك الوقت اختار لاند ماركات خاصة بهالشي. بس كون انت يعني واصل مرحلة من اللعبة تقدر تسيطر على هالشي. فهاي كانت من ناحيتها، من ناحية سلبيات ومن ناحية ايجابيات على الحضارة البيزنطية. وان شاء الله ما نسينا شي، وشرحنا لكم كل شي. بس حبيت اشوفكم الهوي هوي باو فرقها ودقيقة. بس خلينا نشغل البوت بصورة سريعة. لا 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 لا، ويت 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 ويت. على العموم هي هاي خوش تشكيلة هو طلع عندنا. هذول الاشياء اللي راح يطلعون من هنا. تمام. وراح يستنسخ لك الاشياء بعد الاضافية همين اللي موجودة عندك بالتريد بوست. من راح تبني هاي البناية قريب على التريد بوست، هذا همين راح يستنسخن لك. ماشي. بس هسه بس الفكرة ما تطلع هذول كلهم، بتطلع لكم بس اللي هوي باو. تمام. مقارنة حجمها هاي ويا هاي. فهسه مثل ما تشوف ماكو طريق، ما تجيب لنا طريق هنا، تعال هنا بس خلينا نجرب هاي حتى نشوفها للمتابعين. فالهوي باو مثل ما تشوفون هذا شكلها، بس كلش حلوة، كلش احب استعملها انا لان دمجها قوي. والنار همين، اي نعم النار همين تصير بيها، بس ما يصير دمج يمنا. هو اي ترابل شيء يعني اي شيء راح تقصف قلاع راح تصير بيها. فتطويرها كلش حلوة اشوفها اني، كلش حلوة. فهاي كانت النهاية ونهاية الشرح للبيزنطين. اتمنى عجبكم المقطع، واتمنى ما طولت عليكم، واتمنى شرحت لكم كل شي بيه. لا تنسون تدعمونا باللايك. تمام. والاشتراك حتى اذا مشترك الغوا الاشتراك وارجع اشترك من جديد. ما ادري شو اني حبيت هاي السالفة. فعل الجرس حتى من انشر مقطع يوصلكم. وان شاء الله باكر راح انزل لكم لعبة جديدة شو كلش عجبتني يعني. شوية نغير المود مال ايج اوف امباير. بعدها اذا شفت عليها مثلا تفاعلات ممكن نلعب لنا اقيام بيها. واذا ما شفت يعني بكل الحالات مكمل بهاي القناة، لان هي اساس عندي هاي القناة الايج اوف امباير. شكرا لانكم وصلتوا لنهاية المقطع. مع السلامة.